هل سؤال repeat sentence بيختبر ذاكرتك؟ أولاً إيه هو سؤال repeat sentence؟ هو تاني سؤال في اختبار ال PTE، وهو واحد من أهم الأسئلة في اختبارات ال PTE سواء ال PT Academic أو ال PTE Core. وفكرته إن هو بيسمعك جملة وبيطلب منك إن أنت تعيدها وراه زي ما هو قالها بالظبط. يعني مثلا هيسمعك جملة بتقول After I graduated from college I spent 2 years looking for a job. فأنت هتسمع الجملة وتعيد وراه وتقول After I graduated from college I spent 2 years looking for a job. طيب هل فكرة السؤال هنا إنه يغلس عليك ويشوف هل ذاكرتك قوية ولا لا؟ الإجابة بالتأكيد لا. لما جم سألوا بورد ممبر في بيرسون، يعني واحد من الناس اللي تعتبر ساهمت في إنشاء اختبار ال PTE، سألوه هل انتوا بتختبروا ذاكرة الطلاب في سؤال repeat sentence؟ فالراجل رده كان واضح وقال لك لو أنا سمعتك جملة مكونة من 3 ل 4 كلمات هتعرف تعيدها بسهولة، لأن مخك بيحتفظ بالكلمات دي في الذاكرة قصيرة المدى عنده، لكن لو الجملة أطول عمرك ما هتعرف تعيدها صح إلا لو فهمت معنى الجملة. خلينا نشوف الفيديو وهو بيقول الكلام ده وبعدين نرجع نفهم إيه اللي بيحصل في دماغنا البشرية. In fact, memory does play a very small part in it. If I were to ask you to repeat a sentence of 3 or 4 words, you may be able to repeat that just by parroting it, using your short-term memory and mimicking the sounds. Even though you don't understand it, you could probably repeat it. But the research shows that after 4 or 5 words long, you're no longer using your memory, rather what the test taker has to do is understand what they've heard. علميا المخ البشري عنده ليميت في الوركينج ميموري، عشان كده لو الجمله طويله الحل الوحيد انك تفهمها كوحده معنويه وليست كلمات منفصله. طيب ايه احسن تكنيك يخليك تعيد اي جمله مهما كانت طويله؟ افضل تكنيك اسمه hear phrases and use visualization. اسمع الجمله في شكل مقاطع واربط كل مقطع بصوره معنويه. فنفترض مثلا اني سمعتك جمله بتقول Dr. Green's office has been moved to the second floor of the building. فانت هتقسمها ل3 مقاطع وتعمل تصور لكل مقطع من دول في دماغك. يعني مثلا Dr. Green's office هتتخيل مثلا دكتور قاعد على المكتب. المقطع الثاني has been moved هتتخيل مثلا عربيه بتنقل حاجات. second floor of the building هتتخيل مثلا الدور الثاني في عماره. يعني هتحاول تقسم الجمله لمقطعين 3 سهل عليك تفتكرهم، وبعدها هتربط المقطع بصوره مرئيه يكون سهل عليك تفتكرها. فالسؤال ده مش بيقيس ذاكرتك، السؤال بيقيس فهمك للجمله وقدرتك انك تستوعب تفهم وتعيد.